هذه القصيدة على لسان الأخ الغالي مرسال البجلي، وتحكي وتعبر بما فيها. ويقول: يا عيد بالله ايش الفائدة من جيتك يا عيد، ايش الفائدة من جيتك وبي مش موجود، ايش الفائدة لو انا لبست اللبس الجديد وانا لابس ثوب الحزن وثوب الفرح مجرود. العيد يا ناس وجود الاب الحنون الزهيد، وانا لها الحمد ربي عن العين بي مفقود، وفي فقد بي فقدت السعادة وفقدت المزيد من الفرح والبهجة واشياء لا تحسب معدود. ابي كان العون بعد ربي وهو الرزح الوحيد، ذي كان عليه ارتكي واصبح انسان مزهود. أبي كان الضياء والنور من وجهه ساطع شديد، وما كان الكرم والطيب عند بي محدود. أبي كان الأب اللي ما يترك ابنه وكان ما يحيد عني، ولأجلي كان يبذل أقصى الجهود. ولكنه رحل السماء وأعلن بالرحيل البعيد، خلاني على الأرض كأني سقف بدون عمود. واليوم جانا العيد والقسم كأنما جانا العيد، الحزن قبل الكل عيد وسلم علي بالخدود. يقولوا والعيد عيد العافية ما هو باللبس الجديد، وأنا دون بي دون العافية ودمعاتي شهود. والله إن قلبي على فراقه بالقهر يتوقد وقيد، والهم في صدري سكن واستحل الكبود. فراق الأب يا ناس خسارة كبيرة وهذا أكيد، وأنا خسرته واصبحت طول الحياة مكبود. والقسم لا فرحة ولا راحة ولا عيد سعيد، النفس طابت ومن كل شيء بالحياة مسدود. لكن أنا بدعيه من زنون والقارعة والحديد، من لها الحمد والشكر دائما الرحيم الودود. بدعيه خالقي والمجيب ذو العرش المجيد، ذاك الفرد الصمد ربي الواحد المعبود. يا رب ترحم أبي وتسكنه جنة ومسكن رغيد، وتجعل عيده أجمل عيد في جنات الخلود. وادعيك تغفر له يا حاشر الناس يوم الوعيد، وتتجاوز عنه يا رب يوم لا شاهد ولا مشهود. ويالله تعينني من بعده يا من كلنا لك عبيد، وتمدني بالصبر يالله بالثبت عليات جود، وتمدني بالصبر يالله بالثبت عليات جود. وسلام.